السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. منورين مطبخ نور. النهارده هنعمل أكلة من ألذ الأكلات اللي هنعملها سوا مع بعضينا. تعالوا نشوف المكونات مع بعض. معانا فرختين، ومعانا 3 بصلات وسمنة وزيت وملح وفلفل اسود والسبع بهارات والكبد وقوانص و3 كوبايات رز، ومعانا بهارات للرز وبهارات للفراخ. هنمسك البصل نقسمين، هنمسك النص الاولاني بصل، معانا ملح وفلفل اسود والسبع بهارات وحبهان مطحون. هندعك البصل جامد لحد ما ننزل ميته، وبعد كده هنمسك الفراخ نتبلها من جوه ومن بره ونسيبها ساعه. تتبليها من بالليل هيبقى افضل برضه. تمسكيها تتبليها كلها من الجلد ومن الجناب ومن عند الوراك. هنا هنعمل خلطه الرز. هنحط السمنه على زيت، وبعد كده هنحط البصلايه ونشوحها، وبعد كده هحط معاها نص معلقه سكر يتكرمل، وبعد كده هقوم اول ما يصفر البصل هقوم نازله عليه بالكبد وقوانص واديها تشويحتين لحد ما انتوا شايفين كده اللون بتاعه يتكرمل. هنزل عليه بالرز، واول ما اشوحه تشويحتين حلوين هنزل عليهم بالتوابل، ملح وفلفل اسود والسبع بهارات. وهنزل بمعيار الميه. انا حاطه 3 كوبايات رز، هنزل بكوبايتين ونص ميه عشان الرز يبقى نص سوا. هنا الرز استوى. هحشي الفراخ، مملوهاش قوي عشان ما تفرقعش. وده الشكل بتاع الحشوه بتاعها اول ما تتحشي بنفس الحجم ده. وبعد كده اغطيها بالفويل وادخلها في فرن لمده ساعه شوايه من فوق ولتحت. متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعه النهارده، وده الشكل النهائي للاكله بتاعتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله. سلام عليكم.